هو بابا لسه ما جاش؟ ايوه يا ماما، ده اتأخر قوي. ايوه يا بنات، ده اتأخر قوي. انا مستغربة. اسمعوا، انا مضطرة اروح ادور عليه. هدور عليه في كل البيوت اللي جنبنا، وهسأل عند اصحابه كمان. انا مش هتأخر عليكم يا حبايبي. طب ما تتصلي عليه يا ماما. ما انا يا حبيبتي اتصلت كتير ومحدش بيرد. يا رب استرها. يا ترى انت فين يا فادي؟ يا ترى انت فين يا جوزي يا حبيبي؟ يا رب استر، يا رب يا رب استر. يلي هنا، يلي هنا. خير يا مدام عبير؟ ايه اللي جابك في الوقت المتأخر ده؟ فادي جراله حاجة او حد من البنات؟ لا، فادي مرجعش البيت لحد دلوقتي، وانا قلقانة عليه قوي، فجيت عندك اسألك عليه. يا خبر، احنا طلعنا من الشركة مع بعض، يعني ازاي لسه مرجعش البيت حضرتك؟ طب انتوا خرجتوا امتى من الشركة؟ خرجنا حوالي كده الساعة 3 العصر. يا نهاري، امال راح فين بس يا ربي؟ معرفش صدقيني. طب مفيش حد تاني تسأليه عليه؟ اديني هسأل. خلاص، على العموم لو عرفت اي حاجة طمني. ايوه طبعا طبعا، لازم هطمنك على طول. متشكرة جدا واسفة على الازعاج. يا استاذ امجد، استاذ امجد. خير يا مدام عبير؟ فادي جوزي ما جاش عندك. فادي جوزك؟ احنا خرجنا مع بعض من الشركة وقال لي ان هو مروح البيت على طول، وبالأمارة جايب فرخة وقال هيطبخ فرخة النهاردة بالبطاطس والدمعة. ايوه صح، اتفقنا ان احنا نطبخ فراخ بالبطاطس والدمعة، بس ما رجعش البيت. يا خبر ابيض. طب طمنيني، وانا لو عرفت حاجة هقولك على طول. شكرا يا استاذ امجد، اسفة على الازعاج. ازعاج ايه يا مدام عبير؟ ازعاج ايه ده؟ انت قلقتيني خالص. انا لازم بعد ما انت تمشي هتصل بكل اصحابي واشوف اللي حصل ايه واطمنك. متشكرة جدا متشكرة جدا. انا رجلي تعبت قوي من اللف، قعدت اخبط على كل ابواب اصحاب فادي ومحدش لاقيه ولا حد يعرف عنه حاجة. يا ترى انت فين يا فادي؟ يا ترى انت فين يا ربي؟ اقول ايه لبناته؟ ايه يا ماما، عرفتي اي حاجة عن بابا؟ هو راح فين؟ دورت عليه في كل مكان ومحدش عارف هو راح فين. انا خايفة، خايفة أوي ان يكون باباكم جراله حاجة. يا ماما بابا كبير، يعني هيجراله ايه؟ ايه ده، هو بابا هيرجع ولا مش هنشوفه تاني؟ بعد الشر على بابا يا حبيبتي، بإذن الله يرجع ويكون كويس. خلاص روحوا ناموا دلوقتي يا بنات، عشان وراكم مدرسة بكرة، وإن شاء الله الصبح بإذن ربنا هروح له الشركة وأدور عليه، ومش هسكت غير لما يرجع لنا بالسلامة. ماما انا خايفة، انا حاسة ان مش هيجيلي النوم. طب يا حبيبتي ما تخافيش، أنا هنام معاكي عشان تطمنوا، وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير. يا ترى أنت فين يا فادي؟ وجرالك إيه؟ يا عبير، يا عبير افتح، يا عبير، يا عبير افتحي، افتح يا عبير. إيه ده؟ مين بيخبط علينا الصبح كده؟ ده صوت جارتنا حسنية. صباح الخير يا حسنية، خير خير. بصي يا عبير يا حبيبتي، انا شفت واحد شبه فادي جوزك بالظبط، ومعاه واحدة لابسة فستان ابيض، لابسة فستان ابيض يا عبير، زي ما يكون متجوزها يا عبير، ولسه عروسة. إيه يعني إيه؟ فادي اتجوز عليا؟ معرفش يا حبيبتي، هو نفس شكل فادي بالظبط بالظبط، ودخل في البيت الجديد اللي لسه بانيينه جنبينا ده. تعالي نشوفوه. يعني أنا عمالة أدور عليه ورجليا وجعتني ومش عارفة أنام من امبارح، وهو كان رايح يتجوز؟ مستحيل مستحيل. ما انا مش متأكدة يا حبيبتي، عشان كده جيت لك يا حبيبي. تعالي بينا نروح له ونشوفوه. في ايه يا ماما؟ إيه مفيش حاجة يا حبايبي. إيه، أنا جايب لكم حاجات حلوة أوي في التلاجة. افتحوا التلاجة، طلعوا الحاجات الحلوة واشربوها وكلوها، ولغاية ما هعمل مشوار بسيط كده واجيلكم بسرعة. يا بنتي يا ماما، لقيتي بابا ولا لسه؟ إيه لا لسه، بس إن شاء الله هلاقيه. اسمعوا بس الكلام. بصوا يا حبايبي، أنا أعصابي تعبانة قوي وعايزاكم تكونوا جنبي الوقت ده. أنا مش عايزاكم تضغطوا عليا، أنا مش هتأخر، هجي على طول. يلا بينا يا حسنية. يلا بينا يا حبيبتي، يا رب تكونوا غلطتوا ما يكونش هو. اهو ده البيت يا حبيبتي. متأكدة يا حسنية عشان ما نخبطش على الناس بالغلط، عيب. يوه عليك يا عبير،
انا شايفة بنفسي داخل البيت ده. تعالي خبطي بس. ايه الخبيط ده يا عبير؟ خبطي كويس عشان يصحوا، دول عرسان جداد، عرسان جداد. طب ما تخبطي انتي، بصراحة كده انا مكسوفة. لا يا ستي، ما انا ماليش دعوة، انا جبتك لغاية هنا والباقي ماليش دعوة بيه. اصحوا اصحوا يا خبر، دي عروسة فعلا. ايوه يا حبيبتي عروسة، ولسه كانت دلوقتي حالا بتتزف. طب اقول لها ايه بس؟ إيه بعد اذنك، هو جوزك اسمه فادي؟ ايه ده؟ وانت مالك اسم جوزي ايه؟ وعايزة اعرف انت بتخبطي عليا ليه؟ انت حد؟ هو بصراحة هو في حد بيخبط لحد يقول له كده؟ إيه استني هفهمك. اصل انا جوزي مش لاقياه من امبارح، وفي ناس بتقولي ان جوزي شبه جوزك. طب يلا يا حبيبتي، خدي بعضك من هنا وامشي، ومالكيش دعوة بينا ولا بحياتنا. ايه الناس اللي جاية تخبط علينا الصبح دي؟ معلش يا حبيبتي، اصل انا شفت جوزك هو نازل من العربية وبيزفك كده فرحان بيكي، جو 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 جو، كان فرحان بيكي شبه الأستاذ فادي بالظبط، جوز حبيبتي وروح قلبي وجيراني المدام عبير. ريحي نفسك، جوزي اسمه علي ما اسموش فادي، ولو سمحتي ما تخبطوش عليا تاني، انتوا مزعجين قوي. ايه ده، هي قفلت الباب. بصراحة عندها حق. طب هنعمل ايه يا عبير؟ انا متأكدة ان فادي جوزك جوه. طب اعمل ايه، هو ما جاش البيت من امبارح؟ اخبط تاني ويمكن هو اللي يفتح لي. ايوه طبعا لازم تخبط عليها تاني. يلي هنا يلي هنا. مين اللي بيخبط علينا على الصبح كده؟ يا لهوي، ده صوت فادي جوزي. فادي يا فادي. يا فندم انا مسميش فادي، انا اسمي علي. يا فادي انا عبير. كده يا استاذ فادي، كده تتجوز على عبير السكرة؟ عملت كده ليه؟ ولو انت يا اخويا كنت عايز تتجوز كنت عرفته. يا فندم حضرتك غلطانة، انا مسميش فادي، انا اسمي علي، وانا كمان لسه متجوز امبارح، والست دي انا معرفهاش. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فادي؟ يعني انت ما تعرفنيش؟ بس يا حبيبتي انت تروحي تجيبي له بنتين ولا اتنين وتحطيهم عنده في البيت، كده الاستاذ فادي هيعرف. ليه يا فادي عملت كده؟ يا ست ما انا مسميش فادي، انا اسمي علي. انتوا ازعجتونا على الصبح كده، اتفضلوا امشوا من هنا، شكلك ست مجنونة ولا شرانية ولا ايه؟ لا لا عيب عليك يا صباح، بلاش تكلمي الناس بالطريقة دي. ما انت شايف يا علي، جت قبل كده وقلت لها تمشي، جاية تاني دلوقتي تقول لك ان انت جوزي وان انت اسمك فادي. يا ست انتي، الراجل ده جوزي واسمه فادي. ليه كدبت عليا يا فادي واتجوزت من غير ما تقولي؟ ليه وتتجوز عليا ليه اصلا؟ يا ست اكدب عليكي ليه وانا اعرفك اصلا؟ يعني انت ما تعرفنيش ولا انا عايز اعرفك؟ يا ستي ولا انا عايز اعرفك ولا كنت اعرفك اصلا، اتفضلي امشي من هنا. يلا يا ست انت اتفضلي امشي من هنا، وخلي عندك دم وما ترجعيش عندنا تاني. يلا يا علي خلينا ندخل بيتنا. يا خبر، ماما بتعيط، ممكن يكون بابا جراله حاجة. في ايه طنط حسنية؟ خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش على ده كله، غلط تعيطي كده قدام البنات، نفسيتهم يا عبير نفسيتهم. مش قادرة استحمل ومش مصدقة. يا ماما، هو بابا جراله حاجة يا ماما؟ باباكم زي الفل. اسمعوا يا حبايبي، كده انا مش معايا فلوس ادفع ايجار البيت، وابوكم اتجوز، ومفيش حل غير ان انتوا تروحوا تعيشوا مع باباكم ومع مراته الجديدة، وانا هروح اعيش عند مامتي. انا مش فاهمة، هو ليه بابا اتجوز واحدة تانية غير ماما؟ بص يا مي، احنا نروح نعيش عند بابا ونطفش مرات بابا الجديدة دي، نعذبها لغاية ما هي تطلب الطلاق من بابا، صح؟ وبكده بابا هيرجع لماما. انا زعلانة قوي عشان ماما زعلانة، وبزعل قوي لما بشوفها بتعيط. ماما انا هفضل هنا معاكي مش هسيبك. ما ينفعش يا ليلى، انا كده هطرد من البيت ده يا حبيبتي.
لأن مش هقدر أدفع الإيجار بتاعه، ما معيش فلوس، وباباكم مسابليش أي فلوس. أنا دلوقتي هروح أعيش عند تيتا، وإنتوا تروحوا تعيشوا مع باباكم. حاضر يا ماما، بس عشان خاطري ما تكونيش زعلانة، واحنا هنعملك كل اللي نفسك فيه يا ماما. احنا بنحبك قوي قوي قوي. وأنا كمان يا حبايبي. أنا يا حسنية جهزتلك شنطهم، يلا عشان توصليهم لباباهم. انا خايف يا عبير احسن يطردهم، ما يدخلهمش البيت واصل. هم أصلا بناته، وحتى لو عمل كده أنا برضه هسيبهم له. حاضر يا عبير، هوصلهم واجي اوصلك عند بيت امك. يلا هنا، يلا هنا. بابا عملتي كده ليه يا بابا؟ انتوا مين يا حبايبي؟ هو انتوا تايهين ولا ايه؟ بناتك يا استاذ فادي، انت نسيتهم. مرة جديدة نسيتك كل حاجة. استاذ فادي مين يا ست انتي؟ انا اسمي الاستاذ علي. فادي تاني؟ انت كده تاني يا ست انت ايه فاضية؟ مش وراكم غيرنا؟ جوزك ده يكون بابانا يا ست انت، يا خطفت الرجالة. هو انت اتجوزت عليه قبل كده؟ يا ستي انا معرفهمش مين دول، وما اتجوزتش عليك قبل كده. ماشي يا علي. يا ست قلنالك ما اسمهوش علي، اسمه فادي، ودول بناته. يا ست انا معرفش مين دول اصلا ولا شفتهم قبل كده. يا خبر يا بابا، انت ازاي تقول علينا كده يا بابا؟ انا ليلى، وانا مي حبيبة قلبك، يعني مش عارفنا يا بابا؟ انا معرفكمش ولا عمري ما شفتكم قبل كده. انت عم تكذب يا استاذ فادي، عم تكذب. الكذب حرام يا استاذ فادي. عامة انا همشي واسيب لك بناتك يا استاذ فادي. قول الحقيقة، دول بناتك ولا لأ؟ بنات ازاي يا صباح؟ ده انا اول مرة اشوفهم يا صباح، عيب كده. المفروض تكوني واثقة فيا وتسمعي الكلام. انت كل ما حد يقولك حاجة هتعملي لي مشكلة. يعني انت عايز تفهمني ان البنات دول كذابين ومامتهم كذابة والست اللي جاية معاهم كمان كذابة؟ يعني كل الناس كذابة وكمان انت ما اسمكش علي، اسمك فادي؟ انت شكلك كنت بتنصب عليا. ارجع معانا يا بابا، ماما بتعيط في البيت ومش معاها فلوس تدفع ايجار البيت، وهتروح عند تيتا. يلا نرجع لمتنا بتاعت زمان، انا وانت وبابا واختي مي. اسمعي يا بنت انت وهي، انا ما اسميش فادي، انا اسمي علي، وصباح دي مراتي الوحيدة. وانتوا كبنات صغيرين هدخلكم البيت عشان حرام اسيبكم في الشارع لغاية ما نشوف حل في المشكلة دي. كده كده يا فادي؟ بعد العمر ده كله تعمل فيا كده؟ أنا كنت خايفة عليك خالص وبدور عليك تكون انت متجوز عليا. يا مدام عبير، يا مدام عبير، افتحي افتحي يا مدام عبير بسرعة، افتحي. خير يا أستاذ جمال، في حاجة؟ جوزك الأستاذ فادي يا مدام عبير. عارفة اتجوز عليا، عارفة. خلاص أنا عرفت، وعرفت كمان مين اتجوز مين وفين بيته. عيب يا مدام عبير تقولي على الأستاذ فادي الراجل الكمن كده. جوزك يا مدام عبير عمل حادثة ودلوقتي في المستشفى. ايه؟ انت بتقول ايه؟ حادثة ازاي؟ هو متجوز عليه والبنات راحوا له في بيته. بنات رايحوا له ايه في بيته؟ ده هو بعد الشركة وهو راح يجيب لكم طلبات البيت، راح العربية عدت عليه واتنقل للمستشفى، وانا رحت زرته وقال لي نادول عبير بسرعة. من مين اللي انا زرته ده في بيته ومتجوز جديد؟ متجوز جديد ايه؟ ده الأستاذ فادي ما بيحبش حد قدك هو والبنات. يا حبيبي يا فادي، وانا كنت فاكرك متجوز عليا. يا مدام عبير تلاقي حد شبهه. فعلا الظاهر كده. طب يلا يلا عشان هو طلبك. عبير كويس ان انت جيتي يا عبير. فادي ايه اللي حصل لك؟ عملت حادثة يا عبير، وما كانش جاي في وشي خالص غير صورتك انت والبنات يا عبير. يا حبيبي يا فادي، ده انا ظلمتك. فين البنات يا عبير؟ سايباهم في البيت لوحدهم. سايباهم ايه؟ ده قصة طويلة قوي. انا هتصل بحسنية دلوقتي تجيبهم واقول لك اللي حصل.
طب يلا يا عبير، أهم حاجة البنات عايز أشوفهم. ردي يا حسنية، ردي. عبير، أيوة يا عبير. أيوة يا حسنية، معلش أتعبك يا حبيبتي، هاتيلي البنات. ما خلاص سبتهم مع أبوهم وأبوهم دخلهم جوا. ما طلع مش أبوهم. كيف دي؟ كيف الأستاذ فادي مش الأستاذ فادي؟ حكاية طويلة قوي، تعالي بس المستشفى، مستشفى أم المصريين، هاتيلي البنات وتعالي بسرعة. إيه اللي حصل يا عبير؟ هحكي لك، بس قبل ما احكي لك لازم انبه اصحابنا بشوية حاجات. حبايبي الحلوين، اوعوا تتهموا اي حد بحاجة غير لما تتأكدوا منها كويس قوي، وبلاش تروجوا للإشاعات، وبلاش تنقلوا كلام غلط عن حد أبدا أبدا. خليكم مؤدبين ومحترمين وصادقين، وتعلموا آداب الجار. يا حبايبي تعلموا إن الجار ليه حقوق على جاره، ولازم يحترمه ويقدره، ولازم يشاركوا أحزانه وأفراحه، ولازم يبقى محترم في التعامل معاه. اتعلموا تسمعوا كلام بابا وماما وتحترموا كل كلامهم، ومش تزعلوهم أبدا منكم. وتعلموا النشاط والنظافة والنظام. اتعلموا تصلوا كل وقت يا حبايبي. اتعلموا تحترموا الأكبر منكم وتعطفوا على الأصغر منكم. اتعلموا تنظموا وقتكم وتناموا بدري وتصحوا بدري وتاكلوا أكل صحي مغذي مفيد، وتبعدوا عن الحاجات الضارة. اتعلموا الأخلاق الكويسة، اتعلموا التسامح والمحبة يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك. قناة يوسف شريف بتحبكم.